تفتكر ايه اللي في ايدي ده ماوس عادي جدا. لو شغلك كله على الكمبيوتر وبتفضل قاعد بالساعات اكيد بتشتكي من وجع في ايدك او عند المعصم في ايدك كده. الماوس العادي بقى بيجبرك تتلوي بشكل مش طبيعي. انما الاختراع ده الماوس الرأسي او فيرتيكال ماوس، فكرته انه بيخلي ايدك في وضعية المصافحة، ان انت اكنك بتسلم على حد كده، اللي هي الطبيعية المريحة جدا للعضلات والمفاصل. طبعا اول يومين هتحس بغرابة شوية، بس انا عن نفسي قعدت كام ساعة في الاول كده ودي استغربته، وبعد كده خلاص بقت تحس ان انا اتأقلمت عليه. بس في ناس انا اعرفها قعدت شوية معاه، بعد كده بقى مش هترجع للماوس العادي تاني. انا اشتريت بقى الماوس ده بقى لي فترة. لو انت بقى عايز المراجعة الكاملة، وهل ينفع للالعاب ولا لا، وهل ينفع للبرامج التقيلة ولا لا، اكتب لي في الكومنتات واستنى الفيديو الاسبوع الجاي.